تدري شغلة؟ مرات أصفن أقول أمنيتي أصير رئيس وزراء ويومية أساعد العوائل الفقيرة. عود ليش ماكو رئيس يجي يحكم يقول أريد اسمي ينذكر بالتاريخ وبعد 1000 سنة الناس تتذكرني وتترحم لي؟ ماكو. سلام الله على أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. التاريخ دائما يذكر رجال كانوا يمتازون بالقوة والشجاعة، بس بنفس الوقت كان ما عندهم لا رحمة ولا إنسانية. وأيضا انذكر كوما رجال بالتاريخ كانوا يمتازون بالرحمة والإنسانية، بس كانوا يفتقرون للقوة والشجاعة. لكن بشخصية الإمام علي عليه السلام اجتمعت كل الصفات الزينة به، بحيث اجتمعت الرحمة والشجاعة، العطف والقوة، البطولة والإنسانية. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة. شقد كان يمدح الرسول بالإمام علي فوق ما تتصورون. اكو رواية عن شخص اسمه زيد، يقول كان اكو واحد اسمه قنبر دا يتمشى ويا الإمام علي عليه السلام، فيقول الإمام علي عليه السلام سمع صوت أطفال دا يبكون من أحد البيوت، فراح الإمام علي عليه السلام ودق هذا الباب، فطلعت أمهم، فسألها الإمام علي عليه السلام قال لها: شنو سبب بكاء الأطفال؟ فقالت له: إنهم يبكون من الجوع ولقد استشهد والدهم. فالإمام علي عليه السلام راح لبيتهم جاب أكل ورجع لبيتها، فدخل للبيت. اتصور بالرواية هو اللي كان يطبخ، انه كان مشغل نار بداخل البيت وهو اللي يطبخ للأطفال. الرواية تقول شغل النار وبدأ يقرب خده عليها وبدأ يحس بحرارتها، وشي يقول: يا علي ذق كيف يبيت الأيتام جياعا، ذق يا علي. فتوجه الإمام علي عليه السلام للأيتام بدأ يلاعبهم. اكو رواية تقول انه اكو احد الأطفال كان يبكي وكان يريد حصان خشب حال باقي الأطفال اللي يشوفهم يلعبون بيه. فالرواية تقول الإمام علي عليه السلام دنق، وش قال للطفل؟ قال له: ها أنا أصبحت حصانا لك. فصعد الطفل على ظهره وبدأ يمشي بيه. شوف التواضع. للعلم الإمام علي عليه السلام كان يحكم ثلثين العالم، يعني كان أكبر من رئيس الوزراء اللي احنا نشوفه بهذا وقتنا. فهذا اللي ويا الإمام علي عليه السلام صافن متعجب. شي يقول: فتعجبت وسألت نفسي هل هذا قالع باب خيبر؟ هل هذا قاتل مرحب؟ متعجب. فكان الإمام علي عليه السلام يوكل الأطفال والفقراء الأيتام ويقول لهم: كلوا واسألوا الله أن يغفر لعلي. هذا أمير المؤمنين. شوف ليش جبت طارية؟ لأن تذكرت رؤساء العالم كلهم مستحيل تقدر تشوفهم أو تحكي وياهم أو تشكي لهم مشاكلك. إذا فات وزير بسيط تلقى قدامه 9 سيارات وما حد يقدر يطخه. وشوف الإمام علي عليه السلام اللي حتى الله مطهره بالقرآن، وأصلا رب العالمين خالق الدنيا كلها على مود الرسول وأهل بيته، وهو من ضمن أهل بيته. شوف التواضع مالته.